قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناتين وقناة الفيس وقناة العشوائيات بتاعتنا، وهتلاقيهم كلهم موجودين في الوصف مع قناة التليجرام اللي فيها أسامي الحكايات كلها. وكالعادة ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، ويلا بينا. بتبدأ المنهاوة مع فيردر زنوفا واللي بيتفاجئ بعرض قاسي جدا وصادم من أبوه بيحط من خيارين أصعب من بعضهم، وإن الخيار الأول إنه يوافق يتجوز الدوقة العظمى فالدروفا واللي هي في الحقيقة بتكون تنين مرعب، أو الخيار التاني إنه يترمي برا العيلة ويطرد من عيلة زنوفا بالكامل. والكلمات دي بالنسبة لفيردا كانت أشبه بحكم إعدام لأي شخص نبيل، لأن رفض الخطوبة ده معناه إنه يخسر عيلته واسمه للأبد. أما لو وافق فهو بكده رايح يموت برجليه على إيد التنين ده. ومع كل الصعوبات دي فيردا كان عنده رغبة مميتة إنه يفضل فرد من عيلة ريزونوفا، وده لأنه ابن الثالث الضعيف لعيلة الفرسان دي، وكمان أمه كانت مجرد جارية، وإنه طول عمره مفيش أي حد واقف في ظهره أو بيدعمه، وإنه قضى سنين طويلة من عمره بيتحمل كل أنواع الذل والظلم. وكان مفكر إن تعبه ومجهوده المستمر ده هيخليه في يوم من الأيام يثبت نفسه وياخد أي اعتراف من عيلته، ولكن للأسف عيلته كانت بايعاه ومحدش كان بيبص له أساسا. وبعد ما فيردا بيفوق على الحقيقة المرة والصادمة دي بيقرر إنه ياخد خطوة ويسيب عيلة ريزونوفا بنفسه وإرادته عشان ما يموتش، وعلى القرار ده بيتم التبرؤ منه بشكل رسمي وبيطردوه تماما بره العيلة، وماشي وسايبهم الغل والحقد جواه بدونهم يكبروا ويزيدوا بطريقة مرعبة. وبيقول لنفسه إن أبوه كان عارف كويس هو عانى قد إيه وتعب إزاي عشان يثبت نفسه، ومع ذلك اتخلى عنه بكل سهولة وباعه. ومن اللحظة دي بالذات فيردا بياخد عهد على نفسه وبيحلف بأنه يخلي العيلة دي كلها تندم أشد الندم لأنهم رموه بالطريقة دي. وبنفس اليوم ده وبشكل مفاجئ فيردا بتبدأ تظهر عنده قوة سحرية وبيتفعل السحر جواه وهو في سن 18 سنة. وطبعا مقارنة بالمتدربين التانيين اللي انضموا للأكاديمية معاه، الاستيقاظ السحري بتاعه جه متأخر جدا وبعمر كبير، وإن كل السحرة في المعتاد بيستمدوا قوتهم وطاقتهم من المنى الطبيعية اللي جواهم، ولكن المنى عند فيردا كانت مختلفة تماما، وده لأن السحر بتاعه بيتغذى بالكامل على كرهه ورغبته في الانتقام، وإن كل كان بيشيل كره وحقد أكتر كل ما قوته السحرية كانت بتنفجر وتبقى أقوى بمراحل. وبعد ما قضى سنين كاملة وبيقدر إنه يجمع ويخزن في الكره والغل ده، فيردا قدر يوصل للمستوى المرعب وإنه وصل للدائرة السادسة وبقى كبير صحراء. وهو بيحصل على القوة الأسطورية والساحقة دي أول ما كان بيفكر يرجع له وبيته القديم وعيلة ريزونوفا، وإنه بدأ يتحكم في الخدم اللي كانوا بيسخروا منه زمان وبيجبرهم إنهم يقتلوا بعضهم، وبعدها بيملى قلب الأخ الأكبر والأخ التاني بالغل والكره لحد بيخليهم يقضوا على بعض تماما، وهو كان بيراقبهم. وفي النهاية مش بقى فاضل غير شخص واحد بس، وهو الشخص اللي فيردا بيحمل أكبر كمية من الكره والعداء في حياته كلها، وده أبوه نفسه. وبعد ما فيردا بيكبر أب يشوف دمار عيلته بالكامل قدام عينه، أبوه ما يكونش قدامه أي حل تاني غير إنه يفقد روحه وإنه بعد يتوسل لفيردا ويترجاه إنه يقتله. وفيردا بكل برود بيقول له بص كويس ويتأمل في عيلة ريزونوفا اللي هو بناها بإيده وعملها بنفسه، وبعدها بيهجم على أبوه ويتخلص منه. ومع موت الكل فيردا بيراقب أبوه وبنهار تماما، والكابوس ده شغال قدام عينه، وفي ثواني كل حاجة لا علاقة بعيلة ريزونوفا بتختفي وتتمحي من الوجود. ولكن حتى بعد ما فيردا حقق انتقامه وخلص عليهم ولاحظ ان كل ده لسه مش كفايه بالنسبه له، وان الكره والغضب اللي جواه رافضين تماما انهم يهدوا ويختفوا، وبدل كده بيبداوا ينتشروا في القاره كلها. ونتيجه لكده اعداد ملاش نهايه من شخصياته القويه والابطال بيحاولوا يطردوه، وانهم كانوا عايزين يخلصوا من سحر الظلام اللي نشر الرعب عندهم. ورغم انه كان بيواجههم كلهم لوحده، ففيردا قدر ينجو مره تانية ويوصل لاعلى مرتبه ومستوى يقدر يوصل له بشر في التاريخ، وانه بقى ساحر اسطوري من الدائره الثامنه. ومع ذلك اعدائه بدونهم يكرهوه ويحقدوا عليه، وبقى عارف كويس انهم بيدوروا على فرصه عشان ينتقموا منه في اي لحظه، لانه هو رقع المملكه كلها قدامه وان هم مش عندهم اي حل غير كده. وعشان كده هو بيقرر انه لازم يبقى اقوى واقوى، وان هدفه الجاي بيبقى الوصول لمستوى يتخطى البشريه نفسها، وانه عايز يوصل لساحر من الدائره التاسعه وانها مرتبه نصف حاكم. وعشان يوصل للمستوى المرعب ده هو محتاج قوه ساحقه مفيش زيها، ولكن وصول الدائرة التاسعة بيشترط حاجة واحدة صعبة جدا، وهي الحصول على قلب التنين الأحمر، وإنه لازم يصطاد التنين فالدروفا. وعشان كده فيردا بيقرر إنه يروح يقتل التنينة دي وياخد قلبها، ولكن القدر كان شايلهم هما الاتنين مفاجأة، وإن في ثواني بتنفجر معركة طاحنة وعنيفة بين فيردا وفالدروفا، والاتنين بيصابوا إصابات بالغة وخطيرة جدا أثناء القتال ده.
وفالدروفا بتراقبه وبشوف الموضوع مضحك جدا، بما ان الشخص اللي كان المفروض يبقى خطيبها في يوم من الايام هو نفسه اللي جاي دلوقتي عشان يقتلها. وفيردا بكل عصبيه يصرخ فيها ويقول لها ان لازم تموت بهدوء على ايديه وتستسلم. وفالدروفا بكل هدوء بتشرح له وبتقول انها عارفه ان البشر بيقولوا عليها طاغيه ومستبده، ولكنها مش قادره تفهم هم ليه بيقولوا كده. وبتكشف له انها عمرها ما ظهرت قدام البشر ولا مره واحده في حياتها، وان حتى من قبل فيردا تولد اساسا وهي بعيده تماما، وبدل كده هي دايما عايشه في مكان معزول وبعيد تماما عن عالم البشر، وانها مش قادره تستوعب ليه كميه الكره والعداء ده متوجهه ليها. وبتتسائل ايه الذنب والحقد اللي ممكن يخلي فيردا شايل كميه العداء دي كلها ضدها. وما فيردا بيسمع كلامها ده بيشيلها هي الذنب في كل حاجه حصلت له، وان بنظر فيردا هي السبب الاساسي في كل مصيبه حلت بيه في حياته. وبشرح لها ان رغبتها الانانيه انها تلاقي خطيب بشري هي السبب اللي خلى ابوه يطرده من عيله روزونوفا وهو يتبهدل كده. وفالدروفا تستغرب وتساله هل ده فعلا غلطتها هي. وفيردا بيصمم على كلامه وبيقول ان طمعها ورغبتها في انها تاخد بشري كشريك ليها هو بالظبط اللي دمر حياته وضيع مستقبله. وبعد تسمع رده ده فالدروفا بتبدا ترفع ايدها، وفي نفس اللحظه فيردا بيفعل الدائره السحريه بتاعته وبيستعد عشان يوجه لها ضربه تانيه قاضيه. ولكن بدل ما فالدروفا تضرب فيردا، فالدروفا بتهجم على صدرها هي. والمشهد ده بيخلي فيردا واقف مصدوم ومش فاهم اي حاجه. وفالدروفا بتفكره وتقول له ان السحر بتاعه عشان يكمل محتاج قلب التنين، وان فيردا في لحظتها بيفكر انها بتحاول تدمر قلبها عشان تمنعه من الوصول للدائره التاسعه، وان القلب ده بالنسبه له هو الفرصه الوحيده والاخيره. ودون اي تردد بيهجم عليها بكل قوته مره تانية عشان يلحقها. ولكن الصدمه ان فالدروفا بتنهار على الارض وبكل رضا بتقدم له قلبها وبتمنحه ليه بنفسها. وفيردا بيقف مصدوم ومش قادر يستوعب تصرفها ده نهائيا، ويقعد يسالها بتعمل ايه كده وليه وصلت المرحله دي. وده لانه استوعب وانها حتى في انفاسها الاخيره وهي في قمه ضعفها كان ممكن وكل سهوله تقضي على شخص زيه وتقتله. وفعلا فالدروفا بتعترف له وبتقول له انها كان ممكن تعمل كده وتخلص عليه ببساطه، ولكنها اختارت انها ما تلمسوش ولا تاذيه لانها شايفه مقتنعه ان حياته بائسه وكل المصايب دي حصلته بسببها هي. وفي اللحظه دي بتكشف له الحقيقه المره والسر اللي شايلاه جواها من سنين طويله، وانها طول عمرها بتكره نفسها، وانها كانت بتكره دم التنين المتوحش والشرير اللي بيجري في عروقها، او تكره الرغبه المرعبه والغير قابله للسيطره اللي بتدفع الغضب وتدمير كل حاجه حواليها من غير اي سبب. وانها كانت بتكره النسخه دي من نفسها واللي مش قادره توقفها ابدا، وانها كانت شايفه ان مجرد وجودها في الدنيا ما بيجيبش البشر غير الرعب والخوف وبس. وافتكرت انها لو ماتت دلوقتي فكل المشاكل دي اخيرا تتحل وكل حاجه تتصلح. ومع كل ده هي كان عندها امنيه وانها نفسها تلاقي السعاده وهي لسه عايشه، ولكنها بتوصف الامنيه دي دلوقتي بانها كانت مجرد حلم غبي ومفيش منه اي رجاء، وانه ما جابش غير عذابه بس لعدد كبير من الناس لان الكل بقى بائس وحزين بسببها. وتقول فيردا انها بتتمنى على الاقل انه يلاقي السعاده من خلال تضحيتها دي، وكانت شايفه ده اخر واقل حاجه ممكن تقدمها له قبل ما تموت. اول ما فيردا بيسمع الكلمات دي بتبدا تتملكه مشاعر غريبه ومش كان قادر يفهمها نهائيا، ويدخل قلبه احساس مرعب بالضيق وعدم الراحه. ولكن بيحاول يقنع نفسه ان ده مش شعور بالذنب او انه حتى مش حزين، وان فالدروفا مش اكتر مجرد كدابه وبتحاول تشتت انتباهه وتلعب باعصابه لحد اخر لحظه من عمرها. وبيجبر نفسه يفتكر هو جاي هنا ليه اساسا، وان الدائره التاسعه خلاص بقت قدام عينه وعلى بعد خطوه واحده منه، وان قلب التنين اللي عاش عصور طويله اتقدم له على طبق من ذهب، وانه كان مقتنع انه مجرد ما يمتص الجوهر ده هيتخطى حدود البشريه بالكامل وهيتولد من جديد. ومع اليقين ده فيردا بيمد ايده ويمتص قلب فالدروفا بالكامل، وفي نفس اللحظه اللي بيمتصه فيها بتبدا تحصل له حاجات غريبه مش طبيعيه ومش فاهم اللي بيجرى لجسمه، مع انه متاكد انه بيطلع قلب التنين بنجاح وبيحس كانه بيقع في مستنقع ملوش قاع. وفي الاول هو افتكر ان ده مجرد تاثير طبيعي لامتصاص طاقه القلب، ولكن فجاه بتنفجر جواه موجه ضخمه مرعبه من مشاعر، وبيكتشف ان المشاعر دي مش بتاعته ودي مشاعر فالدروفا نفسها. وبيشوف قدام عينه يأس قديم واسطوري اكبر بمراحل من اي عذاب او يأس هو عاشه في حياته كلها. وفي نفس الوقت بيلمح جواها روح وحيده وناعمه جدا وطيبه كانت بتحاول تحضن العالم كله وتحميه لحد اخر لحظه في حياتها. وفي الثواني دي كل الغل والكره والغضب اللي كان شايلهم فيردا طول سنين عمره بقى في نظره تافهين وصغيرين جدا ومش يسووا اي حاجه. وان فيردا في اللحظه دي بيتملكوا ندم رهيب، وهنا بيفوق على الجريمه اللي عملها بايده وبيقعد يراجع نفسه ويشطب على كل الاوهام اللي كان بيجري وراها،
وانه مش كان عايز يبقى ساحر اسطوري، وانه مش يهمه اي حاجه في الانتقام اساسا، وان الانتقام مبقاش اي قيمه، وان كل حاجه هو كان شغال عليها النهارده دلوقتي. ومن جواه بيفهم وبيتاكد ان الحاجه الوحيده اللي كان بيتمناها في الدنيا وكل اللي كان هو عايزه هو انه يحس بدفء العيله ويسكن في حياه هادئه وفيها سلام. وما بيفكر في فالدروفا تاني بيستوعب ان يمكن كانت بتتمنى نفس الشيء، ولكن الادراك ده جه متاخر جدا بعد ضياع عمره، لانها خلاص ماتت وانتهت على ايده هو، وبقى كل حاجه في نظره ملهاش اي معنى. وفي اللحظه دي فيردا بيستجمع قوته وبيستعد عشان يطلق التعويذه الوحيده والاخيره اللي يقدر يستعملها ساحر من الدائره التاسعه، وانه هيستعمل تعويذته الامنيه. وفجاه عينه بيفتح وبيلاقي نفسه في مكان غريب، وانه بيلاقي نفسه واقف قدام ابوه مره تانية وش لوش، وابوه قاعد بيزعق له لانه سرحان ومش مركز معه بيتكلم. وفيردا بيفضل واقف مذهول ومش قادر ينطق، وده لانه فاكر كويس انه قضى على ابوه، فازاي هو لسه موجود قدامه. وبيستوعب في لحظتها انه رجع عن طريق سحر الامنيه، وان ده اليوم اللي كان بدايه مشاكله. وابوه بيعيد نفس الكلام ويرجع يعلن ان خطوبه فيردا من الدقه العظمى فالدروفا خلاص اتكررت، وبيكرر نفس التهديد انه لو رفض الخطوبه فده معناه انه هيطرد بره العيله. ولكن المره دي وبخلاف المره الاولى تماما، فيردا بتقدم لقدام ودون اي تردد او خوف بيوافق فورا على الخطوبه. وان فيردا الابن الثالث لعتر زنوفا بيبقى في ثواني هو الشغل الشاغل المملكه ومحور اهتمام الكل بعد ما فعل الخطوبه اللي كل الناس شايفاها حكم اعدام. والقرار الصادم ده بيأثر على الاخ التاني هورن اللي ما كانش بيصدق الخبر اللي هو سمعه، لان فيردا في نظره عمره كان نوعيه الاشخاص اللي بيرموا نفسهم في الموت كده ويقبلوا مصير ما فيهوش غير الدمار. وبعد ما عرف ان فيردا مشى كل الخدم اللي عنده وقفل على نفسه باب اوضته ومنع اي حد يدخل له قبل السفر، هورن افتكر ان اخوه الصغير خلاص عقله اتدمر تحت ضغط الخوف والتهديد، وراح له ومتوقع انه يشوف عينه الرعب واليأس عشان يشمت فيه. ولكن مفاجأة ان هورن بيفتح الباب ولاقي فيردا واقف بكل برود بيجهز حاجته وشنطة السفر لوحده، وان مفيش على وشه اي اثر الرعب او التردد. وهو بيسأله عن تصرفه الغريب ده، فيردا بكل ثقة بيقول له انه ببساطة بيعود نفسه على عيشة من غير خدم، لان مستقبله الجاي مش هيكون في اي مكان المميزات او الدلع بتاع العيلة دي. وهورن بيفضل شوكي في كلامه وكان مستغرب وبيسأله لو كان فاهم بجد وعارف عواقب الموافقة على الخطوبة دي هتوصل لإيه. وفيردا بيراقب أخوه ويأكده إنه عارف بالظبط اللي مستنيه هناك، وإن فوت على العرض ده هو يعتبر قطع علاقته بعيلته وخرج منها للأبد. وهورن بيضحك وبيستهزأ بقراره وبيقول له إن الخطوبة دي مش أكتر من طريق سريع للموت، وبعد يفكره بالتاريخ الأسود والمرعب اللي بيحوط العرسان اللي اتقدموا لفالدروفا قبل كده، واللي مفيش ولا واحد منهم قدر يقعد في مكانه أو يلمح النور تاني. وإن أول راجل تم اختياره عشان يبقى عريس فالدروفا كان الأمير الثالث الإمبراطورية نفسه، واللي كان معروف بذكائه الخارق وجماله اللي ملوش مثيل، لدرجة إنه اتخلى عن حقه في العرش والتاج عشان بس تجيله الفرصة دي. ومع ذلك بعد يوم واحد من وصول أرض فالدروفا هي هجمت عليه وضربته وأصابته بطريقة كبيرة، وإنه بقى الصالح للحياة من بعدها، وإن الأمير الكل حبه فقد كل حاجة من لحظتها. وهو ما كانش قادر يستوعب نهائيا ليه فيردا عنده الثقة دي، وزي ما فكر نفسه يقدر ينجو من المحنة والمصيبة لدمار شخص قوي عنده كفاءة عالية زي الأمير الثالث. وانه شايف قرار اخوه غباء لانه حذر نفسه وقال لو فيردا فكر بس مجرد تفكير انه يهرب من الخطوبه دي ويرجع في كلامه فهو اللي هيقتله وخلص عليه بنفسه قبل ما توصل لهم فالدروفا. وفيردا فضل واقف مكانه بكل برود وما اهتزش ولا اتاثر بالتهديدات دي، وبدل كده قعد يفكر في سر سخريه عن ازاي اخوه هورن مش قادر يتحكم في نفسه، وساله لو عايز يكشف لاخوه الكبير على اللي هو بيعمله وازاي بيبص لزوجته بيطاردها. وفيردا كان عارف كويس ان نقطه الضعف دي لوحدها كفيله تخلي هورن ما يعملش اي حركه غبيه ويخاف، وعشان كده ركز بكل همه انه يحافظ على هدوء ومظهره الخارجي، وهو مستوعب ان الرحله الطويله والصعبه دي يا دوب لسه بتبدا. وما جه وقت الرحيل بعدها رئيس الخدم بتاع القصر جرى عليه وهو بيبكي وودعه، ومن بره كده الخادم العجوز كان بيتصرف كأن خدمته لفيردا طول السنين دي كان شرف كبير بالنسبه له. ولكن فيردا كان عارف الحياه المره لانه افتكر ايام طفولته لما كان مفكر ان جسمه الضعيف ده بسبب صحته، ولكنه اصطدم بعدها واكتشف ان الخدم دول كانوا بيحطوا له السم في الاكل وبشكل مستمر كمان، وان رغم الذكريات دي ملته بالقرف وصح جواه ورغبته في الانتقام تاني، لان فيردا اتحكم في مشاعره وما صرفش بتهور، وكل هدوء شكر رئيس الخدم على سنين خدمته ولمح له بطريقه ذكيه وغير مباشره عن الايام الصعبه اللي عاشوهم هما الاتنين مع بعضهم، وطلب منه يهتم بعيلته وياخد باله منهم. وركب فيلدر عربيه وكان ناوي ما يرجعش المكان ده تاني، ومع حركه العربيه وهي ماشيه
فيردا حس ان في حاجه جواه اتغيرت بالكامل، وان الحقد والغل اللي كان بيحرق في دمه وبيتحكم في كل تفصيله من حياته اختفى تماما وبقاش ليه وجود. وده لانه اخذ انتقامه وشاف دمارهم بالفعل في حياته السابقه، فبقاش شايل الغضب اللانهائي اللي كان بياكل في روحه زمان، وقعد يفتكر السحر الاحمر بتاعه اللي كان بيتغذى على الكره واللي كان بيعتمد عليه في الماضي، وازاي في الاول كانت القوه دي بتخليه حاسس بالنشوه والمتعه، ولكن مع الوقت بقت القوه دي خارجه عن السيطره وصعب التحكم فيها، وانها بقت اشبه بادمان خطير لحد بقت المشاعر الوحيده اللي بيقدر يحس بيها هي العنف والدمار. وان دلوقتي لاول مره من سنين طويله وبيحس بسلام حقيقي وهدوء داخلي، وان الهدوء ده ممتع جدا بالنسبه له. وبعد شويه العربيه وصلت اخيرا لحدود اراضي فالدروفا، وكان في لوحه خشبيه موجوده قدامهم بتحذر اي حد غريب انه يتخطى النقطه دي لان الدخول ممنوع نهائيا. وفيردا نزل من العربه وقف بكل هدوء جنب شنطته وحاجته، في حين السواق بتاعه جرب العربه اقصى سرعته وهو عايز يهرب ويسيب المكان الملعون ده، وطلب من فيردا يهتم بنفسه. وفيردا بعد ما بقى لوحده قعد يفكر ان لو زارته اي وحوش بريه او كائنات مفترسه وقدر يعتمد على سحر بسيط من الدائره الرابعه ويخلص الموضوع. وبعدها بشويه عاصفه شديده تضرب المكان وبتظهر وسط الغابه خادمه صغيره في السن، وعرفته بنفسها وقالت انها اسمها روري وانها واحده من التابعين المخلصين لدوكا فالدروفا. وبعد ما اتاكدت من هويه فيردا طلبت منه يتحرك وانها توصله القصر بنفسها. وهم ماشيين وسط الغابه دي فيردا قعد يفكر في السمعه والكلام اللي بيتقال على فالدروفا، وده لان شعب امبراطوريه اركان كانوا دايما بيبقوا قوتهم وعاملين فيها ابطال، ومع ذلك مش شايفين الحياه المره اللي ورا حدودهم، وان الحياه دي موجوده في اقصى شرق القاره، وان الارض هناك كانت غرقانه ومهجوره ومليئه بالشياطين والوحوش المرعبه. ومع ذلك فالدروفا لوحدها هي اللي كانت واقفه في وشهم ومنعت تقدمهم وحملت الامبراطوريه والقاره من غزو مستمر. ومع كل الانجازات الاسطوريه بتاعتها دي الا ان الاشاعات اللي ملهاش اخر كانت بتصورها على اساس انها وحش شيطاني، وانهم بيقولوا انها قاعده بتجمع الوحوش عشان تدمر بقى المملكه. وفيردا كان شايف ان الاتهامات دي ظالمه جدا وملهاش اي اساس من الصحه، خصوصا ان الناس اللي بتطلع الاشاعات دي هم اول ناس بيخافوا وما عندوش الشجاعه اساسا انهم يقفوا قدام فالدروفا. واثناء رحلتهم بدات مجموعه من الذئاب تحاصر طريقهم من غير اي صوت، وروري اول ما لاحظت ان فيردا حس بالخطر استعملت سحرها وهجمت عليهم وقدرت تتخلص منهم، وطلب منه ما يخافش وانها تحميه. وفيردا كان عنده فضول يعرف لسه فاضل قد ايه عشان يوصلوا، وهي قالت له ان مشي القصر لسه محتاج ساعتين كمان. وهو استغرب وسالها ازاي قطعت نفس الطريق بالسرعه دي كلها وجته في ثواني، وهي قالت له انها تقدر توصل لاي مكان في ثواني لو هي طارت. والاجابه دي اكدت شكوك فيردا اللي كانت موجوده جواه، وان روري مش مجرد خادمه طبيعيه او بشريه، دي في الحقيقه من سلاله انصاف التنانين واللي مخبيه شكلها الحقيقي. وفيردا وبسبب ثقته في قدراتها اقترح عليها انهم يطيروا في الجو بدل ما يكملوا على رجلهم كده، ولكن هي رفضت وقالت له انها مستحيل تشيل بشري زيه وده امر حقير جدا. وبعد مشوار طويل هم وصلوا اخيرا قدام بوابات الضخمه لقصر فالدروفا، وحتى من بره البوابات العملاقه دي فيردا كان قادر يحس بضغط مرعب وطاقه ساحقه بتطلع من جوه المكان، وانهبه التنين دي لوحدها كانت شايله قوه مش قادر يتصورها. وروري دخلت القصر عشان تبلغ الدوكا بوصوله، وفي الوقت ده فيردا كان واقف مستني بره وعنده امل انه يقابل فالدروفا وش لوش، ولكن روري بلغته ان الطلب بتاعه اترفض، ورجعت له وهي معاها رساله رسميه بتوضح له فيها ان الدوكا مقدر شجاعته وبطولته، ولكن فالدروفا ما عندهاش اي رغبه في انها تكمل جوازه اتقررت غصب عنها وضد رغبتها. وفيردا اتفاجئ تماما من الفرصه اللي اتقدمت له دي وانهم يعرضوا عليه يمشي بكرامته، وده لان في حياته السابقه كان هو هيوافق ويجري من غير ما يفكر حتى، ولكن المره دي كل حاجه اتقلبت وان مفيش حد اجبره يجي لهنا، وان وجوده في المكان ده هو قراره الشخصي وارادته الكامله. وعشان كده بكل اصرار فيردا رفض ينسحب وصمم انه يكمل الخطوبه دي لحد ما يتجوزوا. وري بترجع بعدها جوه القصر وهي شايله رده ومفيش غير لحظات وتخرج تاني، بس المره دي كانت جايبه معاها شوال ضخم جدا مليان ذهب وفلوس، وانها قدمته الفلوس دي كتعويض عشان ينسحب ويبدا حياه جديده في مكان تاني بره الجزيره. ولكن فيردا اتجه للثروه دي تماما ومش بصلها، وده لان القوه ولا الفلوس كانت تفرق معاه وتشد انتباهه، وان كل امنيته ورغبته انه يكمل الخطوبه دي مع فالدروفا لاخرها. واصراره وعزيمته اللي ما تهزوش خلاص صبر روري تماما، وفي ثواني الضيق والغل اتقلبوا الغضب وبدات تظهر حياتها المرعبه وطبيعتها، وان بدات عليها قرون ومخالب حاده جدا، وان ديل التنين بتاعها ظهر من وراها وانفجرت حواليها هاله مرعبه ضخمه، وهي استعملت القدره الخاصه بتاعتها المعروفه برعب التنانين. وان الضغط الساحق والرهيب ده رمى فيردا على الارض ومنعه تماما من الحركه،
وروري كانت مقتنعة ومتأكدة إن أي بشر بيحاول يقرب من فالدروفا أو يطلب يتجوزها بيعمل كده عن طمع وجشع وعايز سلطة ونفوذ، ومن وجهة نظرها فالبشر دول مش عايزين غير القوة والسيطرة على التنانين. وإن في اللحظة دي فيردا استوعب بالكامل للأمير الثالث وصل بيه الحالة للنهاية البائسة والمتدمرة دي، لأن روري شرحت له إنه ظهر قدام فالدروفا وإنه حاول يجمل نفسه، ولكنهم قدروا يشوفوا الأطماع المستخبية بتاعته وإنها كانت واضحة بالنسبة لهم، وإن بدل الأمير ده يروح يدور على حب كان شايف الجوازة دي مجرد وسيلة عشان يسيطر على فالدروفا ويستغل قوتها لحسابه. وعشان روري مش شايف أي فرق بين فيردا وبين العريس السابق بتثبته في الأرض بمخالبها، وإنها كانت قاعدة تحكم عليه في سرها إنه مجرد بشري أناني، وإن مصيره هيكون نفس النهاية المأساوية، ومع إنه كان محبوس ومش قادر يتحرك تحت ضغط المرعب ده، لأن فيردا فضل محافظ على هدوء ثباته، وبدل ما يقوم بالعنف أو يستعمل القوة قعد يأكدها في سره عن نيته الحقيقية، إنه ما جاش هنا مجبر ولا عشان فلوس ولا عشان سلطة، وده إن في حياته السابقة فالدروفا ضحت بقلبها ونفسها عشان تنقذ شخص زيه، وإنه ما افتكر التضحية دي فيردا أخد عهد على نفسه وحلف في سره إن المرة دي هو واقف في ظهر فالدروفا وجنبها مش عشان مصلحته الخاصة، ولكن لأنه من كل قلبه وعايز يبقى عريسها بجد ويحمي البنت اللي انقذت حياته زمان. أول ما فيردا بيصمم على كلامه ده وبثقة إن فالدروفا هتبقى هي مراته المستقبلية، فالمفروض هي اللي تقف وتكلمه وش لوش بدل ما تبعت له لخدم، وروري بتتعصب جدا والدم بيغلي في عروقها وتيجي عليه بكل غضب، وفجأة بتتوقف وبتعتذر له وبتسيبه تجري على القصر بسرعة عشان تستلم رسالة من فالدروفا، وروري نقل كل كلمة قالها بالحرف من غير ما تنقص أي حاجة. وفالدروفا اللي ظهرت في اللحظة دي بشكلها البشري اتفاجئ جدا من جرأة فيردا وبطولته، وبدأ يجي لها فضول كبير ناحيته كانت عايز تعرفه، ورغم ان روري كانت قاعدة بتقلل منه وبتقول انه ضعيف بدنيا ومش في اي حاجة مثيرة، الا انها اعترفت وقالت انه وسيم، والهم ده كله انه مختلف عن اي بشري هم قابلوه قبل كده، وده لان حتى بعد ما شاف رعب التنين بكامل قوته حس بيه ما ظهرش على اي خوف او رعب، وقف ثابت. وفالدروفا فرحت جدا والكلام عجبها وكانت سعيدة إنها أخيرا قابلت بشري عنده الشجاعة إنه يحط عينه في عينيها ويقف يكلمها بطريقة طبيعية من غير ما يتهز، وعشان كده قررت إنها تكمل في الخطوبة دي ومش تلغيها. وروري بتخرج لفيردا وتبلغه بالقرار وتاخده بعدها وتوصله الضيوف، وفيردا كان مستغرب جدا ومعجب بنظافة القصر وترتيبه اللي ملوش مثيل، وبيعرف إن روري الوحيدة الخدامة اللي بتعمل كل الشغل والمهام دي في القصر، وروري بتراقبه وتطلب منه يبطل كلام كتير وإنه مجرد ضيف هنا، وان الجوازه دي لسه ما تمتش بشكل رسمي، وصممت انها تتعامل معاه كضيف مش اكتر، وبتقول له ان مراسم الخطوبه الرسميه هتتعمل بعد شهر من دلوقتي جوه عرين التنين نفسه، ولكنها حطت شرط من عندها وتقول له ان خلال ال 30 يوم دول فيردا لازم يثبت نفسه ويظهر انه يستحق فعلا يبقى شريك فالدروفا ويكون بجانبها، واعترفت له ان التحدي ده منها هي مش من فالدروفا، لانها رافضه تماما ان اي حد ضعيف يفضل واقف جنب التنين، وان حتى مع جسمه الضعيف ده هو لازم يوريها امكانيات حقيقيه وقوه. وبدل ما فيردا يتضايق هو فرح جدا واعجب بولاء روري الاسطوري واخلاصها فالدروفا، وفي نفس الوقت قعد يسال نفسه ليه روري ما كانتش موجوده مع فالدروفا في حياته السابقه وانه ما شافهاش نهائيا، ومع ذلك وافق على التحدي بدون اي تردد، وانه كان مستوعب ان اثبات نفسه مع انه يتخطى ويتجاوز حتى المعايير والمستويات اللي بيطلبوها من الامبراطور نفسه. وسكوته الكبيره دي خلت روري تشك في اكتر وتتضايق، وفي الليله دي فيردا قعد يفكر مع نفسه في اكبر نقطه ضعف عنده حاليا، وانه في الوقت الحالي ما عندوش اي ذره سحر، ومع انه وصل قبل كده للدائره التاسعه كسحر اسطوري ومرعب، الا انه خسر كل حاجه بعد ما الزمن رجع بيه لورا، وافتكر ان الدائره الاولى هي اللي بتحدد اساس وقاعده اي سحر في الدنيا، وان الدوائر دي بتنقسم لنوعين، وان اول حاجه هي الدائره الزرقاء واللي بتتعمل عن طريق التامل الهادئ والصفاء الداخلي، وان دي اللي معظم السحرة بيستعملوها، والنوع الثاني هي الدائره الحمراء واللي بتستمد قوتها وطاقتها من الغل والكره، وان نفس الطريق الخطير والملعون اللي كان هيقضي عليه قبل كده ويدمره زمان، وعشان كده المره دي هو قرر يختار الدائره الاولى. وعدى اسبوع كامل وفيردا كان شغال تامل من غير ما يمل، وبيحاول مره ورا تانية انه يعمل الدائره الزرقاء، وان رغم كل ذكرياته وخبرته السابقه لان كل محاولاته فشلت وما ظبطتش، وهو كان عارف ان تشكيل الدائره دي بشكل طبيعي محتاج سنين طويله من العمر، ومش فاضل غير 3 أسابيع هنا على مراسم الخطوبه، واستوعب ان الوقت بيجري منه والفرص بتقل. واثناء واحده من محاولاته الفاشله دي روري بتدخل عليه الاوضه وبتلاحظ ان هو لسه زي ما هو ضعيف ومش في اي تغيير، وفيردا بياخد منها الاكل بتاعها وده انه ياكل بكل هدوء، وبكده انه في النهايه هيقدر يوصل لهدفه،
ولكن بينه وبين نفسه كان معترف انه محتاج طريقه تانية واسلوب مختلف. وفجاه زلزال عنيف هز القصر كله، وروري بتشرح له وبتقول فالدروفا بره القصر ونار تصطاد الوحوش والكائنات اللي بتهجم وبتخترق من الاراضي الشرقيه. وفيردا جاله حاله فضول كبيره وقرر انه عايز يخرج ويشوف المعركه دي بنفسه. وروري حذرته وقالت له ان اي بشر طبيعي مستحيل يتحمل المشهد ده او يقف قدامه، وانه مش يقدر يتحمل طاقتها. ولكن فيردا صمم وقال لها ان رؤيه المعركه دي هو واجب وفرض على عريس التنين المستقبلي. وروري وافقت وهي مضطره، واخدته وطارت بيه في الجو باجنحه التنين بتاعتها. وبعد ما نزلوا حاف الجبل فيردا كان منهار جدا وبيحاول يستوعب السرعه الرهيبه للتنقل بتاعتها. وهنا لقيته من القصر هنا في ثانيه، واول ما وجه نظر الوادي تحت المنظر كان مختلف تماما، وان الوادي كان غرقان ومليان بالوحوش الضخمه والعملاقه اللي ملهاش نهايه. وفي قلب ارض المعركه فالدروفا كانت عماله تهاجمهم ومسيطره تماما على كل حاجه تحت، وكانت بكل سهوله عماله تقضي على التعابين الضخمه دي والوحوش اللي بتظهر قدامها وتهرسهم باسنانها. ونطرت بعدها واستعملت انفاس التنين الاسطوريه بتاعتها وهجمت عليهم وحرقت كل حاجه في الوادي واتخلصت منهم تماما. وهي بعدها حررت زئرها المرعب وكان بيطلع منها موجات صدمه هزت الوادي بالكامل. وحتى من فوق المنحدر والجبل العالي ده فيردا حس بضغط رهيب وصاحق من قوتها المرعبه، وجسمه بدا يترعش. وعلى ركبه من بعد بهلة التنين المرعبه دي هزت روحه وكسرت ثباته. وروري وهي بتتابع ردة فعله دي فكرته قالت له بسخريه ان التنين المرعب المخيف ده هو الكائن اللي انت ناوي تتجوزه وتبقى شريكه. وتساله وهي مستغربه ازاي بشر طبيعي ما فيهوش اي قوه زيه عنده امل انه يفكر حتى يقف جنب شخص بالقوه الساحقه دي، وانه نهايته معروفه وهي الموت. وبنكمل احداث بروري اللي بتراقب فيردا وهو منهار على الارض وايده بتترعش، وبالنسبه لها ردة فعله دي اكدت لها كل حاجه بتحذره منها. وروري شرحت له وقالت له ان دم التنين الاحمر عنده قوه عنيفه ومش ممكن تتروض، وان الكائنات دي اتولدت بغريزه مرعبه للدمار وعندها هيبه وضغط مستحيل لاي شخص طبيعي ان هو يتحمله. وكانت شايفه ده دليل كفايه على ان العيشه جنب تنين معناها مواجهه الدمار المستمر. وفي دماغها البشر والتنانين كانوا مستحيل يقفوا ضد بعض او حتى مع بعضهم، وكانت متاكده ان سيدتها في النهايه هتستوعب ان الخطوبه دي مستحيل تنجح. ولكن اللي فاجئها ان فيردا رفع راسه ببطء وعلى وشه ابتسامه هاديه جدا، وبطل الخوف او الرعب عينه كانت مليئه باعجاب وانبهار وهي بص شكل فالدروفا الحقيقي. وروري اتصدمت ان المشهد المرعب ده اظهر الانبهار عنده بدل ما هو يخاف، واخدت خطوه لورا وهي مش مرتاحه. بدات تسال نفسها الولد ده ما عندوش خوف اساسا ولا هو مجنون رسمي. وبعدين في الليله دي وبعد ما رجعوا القصر فيردا تحت في اوضته وقعد يراجع كل حاجه حصلت، ومع انه كان مجهز نفسه نفسيا قبل ما يشوف المعركه لان هاله التنين المرعبه وزائرها ورعب التنين عصروا جسمه. وافتكر ازاي روري شالته ورجع بيه بعد المعركه وهي نفسها كانت مجهده من السرعه الرهيبه الرحله. ومع كل ده كان شايف انها معجزه ان عقله فضل سليم وما تاثرش، وهو بيعيد كل لحظه في المعركه دي في افكاره. وقعد يسال نفسه ولسه صمم من الاول انه يروح يشوف مشهد خطير زي ده. وفجاه جت فكره في دماغه واستوعب الحقيقه، والمشهد المرعب ده مش خلاه خايف، وان بدل كده هو صح جواه رغبه حقيقيه انه يشوف فالدروفا تاني. وقعد يفكر في التنين اللي شغال من غير ما يكل ولا يمل وبيحمي الحدود الشرقيه، وانه بيقضي على كل الوحوش بكل شراسه عشان يحمي الناس والارض اللي بيهتم بيهم. وفي نظر فيردا تصرفاتها دي كانت شبه الفارس النبيل اللي بيقبل بالامور الصعبه عشان خاطر غيره. وكمل في تفكيره وكان معجب بعزيمتها وثباتها، ومش كان مستوعب ان حد بقوه فالدروفا يوافق يقبله كشريك مستقبلي ليه. في اللحظه دي بالذات اتجمعت طاقه قويه جدا حوالين ايده، وفيردا لقطها فورا وعرف انها بدايه تشكيل دائره حمراء. واتفزع وحاول بكل قوته يقمعها ويكتمها، وكان رافض يكرر اخطاء اللي اكلت حياته السابقه. ولكن اسلامه كان بيراقب منى نفسها بحذر، لاحظ حاجه مختلفه، وان الصوره بتاعت فالدروفا في قلب المعركه ملت عقله من تاني، وان جسمها وطاقتها وهي بتموت وقاتل بشجاعه قدام اعداء مستحيل حد يهزمهم فضل محفور في افكاره. وانه بيركز على الذكريات دي استوعب ان المشاعر ماشي في المنى بتاعته مختلفه تماما عن الكره ورغبه في الانتقام اللي كانوا بيغذوا سحر في حياته السابقه. وقعد بعدها يتامل، وفضل ركز كل افكاره على احساسه الغريب ده قبل ما يختفي. وضغط المنى الحمراء ولفها بين ايده، وكان محافظ على اعلى درجات التركيز بينما الطاقه دي لفت حوالين جسمه بالكامل. وانه نجح في تشكيل دائره سحريه واحده، وفي اللحظه اللي استقرت فيها وابتسم، ومع انه كون دائره حمراء زي حياته السابقه
لان طبيعتها كانت مختلفه تماما عن اللي هو عملها. وبيبص بعدها للقوه الجديده اللي صحت جواه بعزيمه، واخد عهد على نفسه انه مستحيل يكرر نفس الاخطاء المأساويه دي تاني. وتاني يوم الصبح روري دخلت اوضته واتصدمت فورا، واستوعب بسرعه ان فيردا نجح في تفعيل مسار المنى بتاعه في ليله واحده، ودي كانت حاجه المفروض انها مستحيله. وبكتر الفضول حاولت تفهم ازاي قدر يحقق الانجاز ده، وفيردا اعترف انها ذكيه ولما احلها بذكاء النجاح ده حصل لانه ابعد ما يكون عن شخص عادي. ورغم ان روري اعترفت انه نجح في التحدي اللي هي منحته له، لان فيردا فضل واقعي وكان عارف ان انقاذ دائره سحريه عنده مجرد بدايه، وان الطريق طويل لسه قدامه. وبعد ما خلص سالها لو في مكان مناسب قريب يقدر يكمل فيه تدريبه. وبعدها بشويه هم وصلوا لساحه تدريب مفتوحه يعني فيها اهداف مترتبه على الارض، وروري شرحت له انها جهزت ساحه التدريب دي كلها لوحدها في اقل من نص يوم. وفيردا مدح كفاءتها وسرعتها من قلبه. ولما روري سالته وليه طلب اهداف تدريب بسيطه زي دي بدل ما يطلب معدات سحريه غاليه، هو شرح لها ان هدفه الحالي من زياده القوه ولكن الاتقان والسيطره الكامله على المانا. والشرح ده لخبطها لانها كواحده من سلاله التنانين فالتحكم في الطاقه السحريه بالنسبه لها كان زي التنفس، وانه طبيعي سهل جدا. وفيردا قال ان معظم البشر هيشوف الميزه دي غير عادله ومش فيها تكافؤ. وفي الوقت ده فكرته روري بفخر انها شايله دم التنانين وانها تقدر تعمل اي حاجه. وهو بيبص لها في سره ويقول ان في ناس بتتولد موهبه طبيعيه وساحقه، وانه مستحيل يفهم المجهود اللي بيحتاجه البشر الطبيعيين عشان يوصلوا للقوه. وبعدها عزم على روري تقف وتتفرج على تدريبه، وافتكر ان قانون التحكم في المنى دايما بيبدا بالثبات والسكون، واللي هو في العاده اساس الدائره الزرقاء. ولكن الدائره الحمراء اللي صحاها كانت بتشتغل بطريقه مختلفه تماما، وهناك بتتطلب منه يخرج مشاعر قويه وفي نفس الوقت يحافظ على سيطره وتحكم كاملين فيها، وان عن طريق موازنه بين القوتين دول هو يقدر يفتح ويفجر امكانياتها الحقيقيه. وفيردا بيقول ان في حياته السابقه الموضوع ده كان بياخد منه سنه كامله عشان يستخرج المنى من الكره، وان سنه كمان فوقيها عشان يضغطها ويكثفها في كره مستقره. والتجربه القاسيه والمؤلمه دي سمحته في النهايه انه يعمل قذائف منى قويه جدا، ولكن بفضل المعرفه والخبره اللي هو اشارهم معاه الحياه دي فنفس العمليه بالظبط ما خدتش منه غير دقيقه واحده. ورجعت وقفت تتفرج وبص عليه بذهول مش كانت مصدقه، وهي شايفاه بيشكل كره منى حمراء قدامه من غير اي مجهود تماما ومن اول محاوله. وقبل ما تستوعب اللي هي شافته وبكل برود وهدوء عمل 3 كور كمان، وان بتحكم ودقه عاليه وجه القذائف دي ناحيه اهداف التدريب، وان الكور انطلقت قدام بسرعه رهيبه وانفجرت مباشره اول لما خبطت في الاهداف بتاعتها، وان قدرت تدمر الاهداف تماما بضربه واحده ساحقه. وفيردا ومبسوط من النتيجه دي بص لايده واستوعب في سره انه قانون سيطرته على السحر عموما ما اختفتش، وانه لسه محتفظ بيها من حياته السابقه. وفي الوقت ده روري فضلت ساكته وقاعده بتركز وتحلل المشهد اللي لسه شايفاه. وبعدها بشويه روري راحت قابلت فالدروفا وبلغتها بكل التفاصيل لحظتها وشافتها بخصوص صحوه فيردا السريعه والغير متوقعه كساحر، وان فالدروفا ما كانتش معاصره او حتى عامله معايير للاشخاص اللي بتخطبهم كسحره. فهي سالتها قد ايه الانجاز ده يعتبر اسطوري ومبهر، وروري اعترفت وقالت ان اداء فيردا كان شبه خالي من اي غلطه. وبدل ما الكلام ده يطمنها فروري بدات تشك فيه زياده، وده لانها مقتنعه ان مفيش بشري طبيعي يقدر يعمل اداء مثالي بالشكل ده اللي هو كان مخبي حاجه وراه. ولانها ما كانتش قادره تفهمه بجد هي قعدت تسال بينها وبين نفسها هل هو عنده هوس وجنون غير طبيعي بالالم. وفالدروفا شافت انه مضحك جدا ان روري تتكلم بشكل عالي ده عن امكانيات بشري، خصوصا بعد ما كانت معترضه بكل حاجه عندها على الخطوبه دي في الاول. وروري اعترف بصعوبه ان فيردا مستمر في انه يتخطى ويتجاوز توقعاتها. وفالدروفا قررت بانها عايزه تصدق انها الصادقه والولاء اللي فيردا بيظهروا لها طول الوقت. ولكن روري ما كانتش قادره تنسى ازاي البشر جرحوا فالدروفا في الماضي واذوها، وعشان تحمي فالدروفا من انها تدوق الوجع ده تاني فصممت انها تكشف نوايا الحقيقيه. وعشان توصل للهدف ده فاقترحت على فالدروفا انهم يكلفوا فيردا مهمه وتكليف مهم يظهر حقيقته. وفالدروفا اللي عجبتها الفكره ابتسمت وسالتها ايه المهمه اللي في بالها. وعدى بعدها وقت قصير وظهر فيردا وهو لابس طقم نبلاء احمر شيك جدا، ومعلن وصوله الرسمي كل الموجودين ظهروا عشان يستقبلوه، وان كل النبلاء المحليين التابعين للدوقه اتجمعوا عندها في القصر. واغلب النبلاء قعدوا يشتكوا من الاجتماع ده في الوقت اللي الوحوش بتهدي فيه الاراضي. ولكن الكلام ده اتغير فورا وقعدوا يتكلموا عن عريس فالدروفا المستقبلي، والنبلاء قعدوا يسخروا ويستهزئوا بالشخص المجهول ده ووصفوه ان هو نبيل ضعيف وما عرفش حتى يمسك سيف،
وكنت اوليفير قلل منه وكان شايف ان فالدروفا بنفسها هي اللي تخلص منه وترميه في النهايه. وفيردا دخل القاعه بكل ثبات وهو ماشي جنب روري، ونرجع قبلها بشويه وبشوفه كان بيسالها ليه اجتماع النبلاء ده مهم اساسا، وروري شرحت له وقالت ان فالدروفا بعد ما هزمت التنين الاسود جودوين واخدت ارضه ركزت كل قوتها في قتال الوحوش، وان المتوقع من زوجها المستقبلي ان هو اللي يدير ويحكم اراضي القطاع ده وهي تحمل حدود بره. اول ما فيردا استوعب ده اختبار قياده قبل انه يقدم نفسه كشريك فالدروفا المستقبلي. ونرجع تاني للحاضر، وفيردا وجه كلامه للنبلاء وسالهم بوضوح هم عايزين يتعاملوا ازاي، والسؤال غير متوقع ده اربك القاعه كلها ووترهم. وكنت اوليفيرا رد عليه وقال له انهم يستحقوا الاحترام والتقدير عشان خدمتهم الطويله للامبراطوريه عندهم. وفيردا كرر سؤال تاني بكل برود لحد ما كنت اعترف وقال له انه كعريس مستقبلي للضيقه عندهم فيردا عنده الحق الكامل انه يامرهم ويحكمهم. وساعتها فيردا طمن الكل وقال لهم انهم يستمروا يحكموا اراضيهم بنفسهم وانهم يقدروا يبتزوا ويسرقوا الشعب بتاعهم زي ما عايزين. ولكن واحد من النبلاء اخذ الجمله دي بحساسيه وافتكر ان فيردا بيتهمه بانه يستغل شعبه وبيظلمهم. وفيردا ضحك واعتذر له، والنبيل ده قعد يسخر منه ويفكره بطرده والتبرؤ منه من عيلته. والنبيل ده قعد يتباهى ويفتخر بانه ساحر من الدائره الرابعه وان ساحر زي من الدائره الاولى ما يقدرش يحكم عليه اساسا. وفي الوقت ده فيردا اعترف بكل برود وعنده شيء فعلا يدعو للفخر وانه ساحر من الدائره الاولى وبرضه بيفتخر بنفسه. والنبيل غضب جدا وصله بيقارن الدائره الرابعه بتاعته بدائره اولى زي عنده، ولكن فيردا قطعه في لحظتها واقترح عليه يعملوا مبارزه رسميه. وكل استغربوا وكانوا متوقعين ان ساحر الدائره الرابعه هيقدر يدمر فيردا ويكسبه بكل سهوله. والنبيل ده اول ما سمع عرضه قبل فورا، وبعدها بشويه جوه حلبة المبارزه النبيل اعلن بانه هيستعمل تعويذه من الدائره الرابعه وهي الانفجار السحري. وفيردا بكل هدوء قال له انه يقاتل باستعمال التعويذه الاساسيه قذيفه المانا، وصمم على ان العلم والخبره اهم بمراحل من القوه المجرده. واول ما النبيل ده فعل دائره تحويل ضخمه وعملاقه فيردا لقط نقط الضعف اللي فيها في ثواني واطلق 3 قذائف مانا كسرت ودمرت الدايره دي قبل ما تتفعل اساسا. وده عمل رد فعل عكسي وان حصل انفجار سحري عنيف طير السحر ده بره الحلبه واعلن هزيمته. والنبيل مهزوم ده استوعب ان محدش يقدر يدمر دايره سحريه متفعله غير شخص عنده سيطره وتحكم اسطوري في المانا، وان المانا بتاعته انهارت ومش يقدر يستعملها ضده واضطر يعترف بهزيمته. فبدل ما يظهر غله وحقد اعترف برغبته بانه عايز يبقى اقوى وانه عايز يتعلم منه، واعترف بافضليه وتفوق فيردا عليه واعلن ولاءه الكامل بالنسبه له. والنبلاء كانوا واقفين بيتفرجوا مش مصدقين اللي بيحصل، وبيتصلوا وروري اتدخلت وساعدت فيردا. وروري سهلتهم اللي هم بيقارنوا قوتها بقوه ساحر من الدائره الاولى وان ممكن تسحبهم كلهم دلوقتي. والساحر ده قدم نفسه بعدها لفيردا وقال له انه اسمه سيالوس وولتر، وقعد يمدح فيردا ويوصفه بانه الحامي والمنقذ اللي الاراضي الشرقيه محتاجاه، ووصف طرده من عيلته بانه كانت نعمه بالنسبه له. واول ما فيردا سمع الاسم ده افتكر فجاه بان سيالوس ده كان اكبر داعم ليه في حياته السابقه. وسيالوس كان محتار ومش فاهم اي حاجه، وسال فيردا لما اتقابلوا قبل كده. وفيردا في لحظتها لمس وشه واستعمل قذيفه مانا من على مسافه 0 وهجم عليه مباشره وفجر راسه، وان الانفجار ده طير سيالوس لبعيد ويقدر يقضي عليه. وفي الوقت ده النبلاء كانوا بيراقبوه وكانوا واقفين متجمدين في مكانهم من الرعب. وفيردا بص على سيالوس من غير اي مشاعر وكان مقتنع متاكد بان سيالوس ده كان لازم يموت، لان في المستقبل هو هيكون سبب ومصدر اكبر حزن والم هيدخل قلب فالدروفا. وفيردا بعدها ساب الحلبه وخرج من غير ما يبص حتى بنظره واحده على النبيل اللي قضى عليه، وملامح فضل ثابته. وقال النبلاء ده كان اجراء لازم يتم وان الوقت ده خائن وهو كان مضطر يقضي عليه. هم راقبوه مش كانوا مصدقين ان هو قضى على شخص من غير ما حتى يشيل اي وزن او حمل على قلبه. ومشهد ده خلى كل النبلاء مرعوبين منه ومش قادرين يتحركوا، وان الهمسات ملت المكان، وده لانهم كلهم كانوا شاهدين ومتابعين مبارزه وهي بتنتهي. ومع ذلك ففيردا اختار انه يقتل النبيل ده بدون اي تردد، ومحدش فيهم كان مستوعب هو عمل كده ليه اساسا. والنبلاء دول قعدوا يستنكروا التصرف ده في سرهم، ولكن مفيش حد فيهم كان عنده الجراءه والشجاعه انه يقف قدامه او يواجهه. واول ما فيردا لاحظ الربع بتاعهم ده وبص لهم بكل برود، وكان شايف ان خوفهم ده مبالغ فيه بشكل زياده عن اللزوم، لان في نظره في موت سيالوس ما كانش مجرد فعل قسوه او حماقه منه، وده كان قرار ضروري ولابد منه ولازم يعمله. وده لان السكوت على الراجل ده وتركه عايش كان في النهايه يجيب عذاب ومعاناه لا يمكن تصورها للضيقه العظمى، وان اعدامه والتخلص منه امر محتوم ومفيش مفر منه. وكنت اوليفيرا كان بيعافر ومش قادر يستوعب منطق التفكير ده،
لان وجهه نظره فيردا لسه قابل سيالوس اساسا، فازاي هو عنده التاكيد والثقه الكبيره دي بان هو خائن، وان الشرح والتوضيح اللي جه بعد كده ما زادش الناس دي غير رغبطه وحيره، وده لان افكار فيردا كانت مركزه بالكامل حوالين امنيه ورغبه فالدروفا في انها تعمل عالم هادي وفيه سلام، وانها كانت عايزه تعمل عالم يعيش فيه البشر من غير خوف، مع انها بتنتمي لسلاله التنين اساسا، وانها كانت بتخاطر بحياتها باستمرار عشان تحمي البشريه من اي تهديدات ملهاش اخر، وان افعال سيالوس في المستقبل كانت هتخون وتدمر كل حاجه هي حاربت عشان تحميها. ولكن للاسف الادله والبراهين على الجرائم دي كانت تخص مستقبل لسه ما جاش وما حصلش في الواقع، فكان فيردا عاجز ان هو بره تصرفه بادله ملموسه قدامهم، والنبلاء المتجمعين دول قعدوا يبدوا النظرات ما بينهم، وما كانوا مقتنعين انهم واقفين قدام شخص مجنون رسمي بيعاقب اي حد على جرائم لسه ما حصلتش اساسا. ولكن ارائهم وكلامهم ده ما كانش يعني لفيردا اي حاجه وفرقتش معاه، وان سواء قبلوا برايه ومنطقه او رفضوه فده ما غيرش اي حاجه في نظره. وبعدها بشويه فيردا ركب العربيه وانطلق مع روري، وفيردا كان قاعد بيفكر في اللي حصل، ومجات من العصبيه كانت عصره جسمه مسيطره عليه، وبيقول ان قذيفه المال المقارنه والمركزه اللي هو استعملها اثناء المبارزه استهلكت تقريبا كل نقطه مانا في جسمه، وانها سابته متصفي ومش قادر يتحرك، وان كمان الاهتزاز العنيف بتاع العربيه دي كان بيزود حالته وبيسويها اكتر، وما قدرش يخبي تعبه وارهاقه ده، وقعد يتمنى في سره لو المركبات السحريه المتطوره اللي كانت في حياته السابقه لسه موجوده هنا. وروري كانت بتراقب حالته البائسه دي بسخريه واضحه، وكانت مش مصدقه ان اول زياره ليهم من الاراضي الشرقيه ينتهي بان فيردا يقتل بنفسه واحد من اكتر التابعين المخلصين والقريبين لفالدروفا. وفيردا كان مستغرب من كلامها، وسألها بتقول على سيالوس ده اكتر واحد مقرب لفالدروفا، وقعد يسالها عنه، وروري اكدت له ان المظاهر ممكن تكون خداعه، لان سيالوس ده كان في الحقيقه عنده ولاء كبير للضوء العظمى طول السنين اللي فاتوا، وانه كان اكتر مين مقرب منها. والخبر ده قلق فيردا شويه وخلاه يسالها لو كان سيالوس ده حاكم شريف بجد، وروري منحته اجابه متوازنه وقالت له سيالوس ده ما كانش حاكم عادل تماما ولا كان فاسد بالكامل، ولا كان مقارنه بين النبلاء اللي بيحكموا الاراضي الشرقيه، وهو كان يظل احسنهم وافضلهم. وحتى بعد ما فيردا سمع الكلام ده هو مش شك في قراره ولا ندم عليه، لان الخطوبه مع فالدروفا هتستمر زي ما تخطط لها بالظبط، وان التخلص من سيالوس كان شيء ضروري ولابد منه. وفيردا غمض عينه وقعد يدور بحذر جوه ذكريات حياته السابقه ويدقق في كل تفصيله لها علاقه بالراجل ده عشان يرتب الاحداث، وبص بعدها للشوال اللي فيه راس سيالوس، والذكريات بتاعته من حياته السابقه بدات تظهر قدام عينه، وبدا يحسب كل حاجه وهو فاكرها، ويقول ان الفتره دي بالذات كانت هي البدايه والنقطه اللي بدا فيها سيالوس يعمل ابشع وافظع جرايمه، وان عشان كده هما كان لازم يخلصوا منه بدري. ووصلوا بعدها لقصر سيالوس، ورسل الخدم بتاع القصر استقبلهم بكل ادب واحترام، وشرح لهم بان سيالوس مش موجود دلوقتي وانه حاليا بيزور الضوقه، وفرض بكل برود صلح رسول التفاهم ده وكشف له بان سيالوس مستحيل يرجع تاني، ودون اي تردد رموا الشوال التقيل ده بايد الخادم، وفرض امره يفضل ماسك فيه ومش يسيبه. والخادم ساله مين ده، وهو قال له ده سيالوس، وامره بشكل واضح بانه يروح ويعلق الشوال ده والباب الرئيسي للقصر كتحذير علني للنبي اللي هيجي بعده. ورئيس الخدم ما كانش مصدق كلامه وفتح الشوال واتصدم اول لما شاف فعل راس سيالوس، وغرق في حاله رعب وهستيريا كامله بعد ما اتعرف عليه، وانوش كان مصدق اللي هم عملوا كده. وفيردا وروري كملوا طريقهم بعدها وطلعوا على اوضه سيالوس الخاصه عشان يدوروا على ادله مخفيه، وده لان هدفهم كان الكشف على ادله الفساد والجريمه بتاعته. وفيردا فكر روري بطريقه عفويه، وفيردا قال لروري ان احضارهم للراس دي من ارض المعركه كان امر ذكي جدا، وروري قالت له ان افضل يعصرها على دليل يا اما ترجع وتلغي الخطوبه اساسا، وانها مش عايزه تزوج سيدتها لشخص مختل زيه. ولكن فجاه فيردا قطعها، وانه لاحظ حاجه غير طبيعيه تحت السرير، ومفحصوا المكان وقدروا يكتشفوا ممر مخفي موجود تحت الارضيه. وفيردا قعد يدور بحذر على زرار يفتح المدخل ده، ولكن الموضوع خد وقت طويل جدا، وروري اتخنقت وصبرها خلص وامرته يبعد، وباستعمال ايديها وجهت ضربه قويه جدا كسرت المكان ده، وانفجار فتح الممر المخفي في ثواني. وبعد ما هي نفضت ايديها علقت بكل هدوء المدخل دلوقتي بقى مفتوح، هما الاتنين نزلوا بعدها من الممر المخفي ده، ومع كل خطوه الهواء بيبقى ابرد واتقل لحد ما ريحه الدم ملت المكان، والاتنين غطوا مناخيرهم بسرعه اول ما دخلوا المعمل المرعب ده، وده لان المعمل ده كان مليء باشياء غريبه جدا، وان كان فيه ادوات غريبه وبقايا جثث بشريه وجثث وحوش تم دمجها مع بعضها وتجمعها بشكل مشوه ومرعب من خلال تجارب بشعه. وفيردا لقط المكان على طول وعرف ان معمل الابحاث السري بتاع سيالوس، وان ورا الوش المحترم والمكان المرموقه النبيل ده قدام الناس
كان مستخبي خادم مطيع لملك الشياطين، وانه بيمارس سحر الظلام وكمان سحر الاستدعاء. ومن وسط الاكتشافات المرعبه دي فيردا لاحظ واحد من عساكر القطاع متكتف بالسلاسل جوه المعمل، وان جسمه كان بيتم عليه تجارب في قمه القسوه، وان سيالوس ركب اعضاء وحش في جسم البشري ده. وحتى روري اللي نادرا بتظهر اي مشاعر او تتهز مش قدرت تمسك غضبها وشافها القسوه دي، وقالت ان سيالوس عدى كل خطوطه الحمراء والتخلص منه بقى شيء عادل ومستحق دلوقتي. ورغم ان قبلت بالنتيجه دي لان شكوكها زادت ناحيه فيردا نفسه، وبطول المعمل ده كان مستخبي بسريه كامله، ومع ذلك هو وصل له وقدر يتخلص من سيالوس قبلها اساسا. وفيردا ما اهتمش بكلامها او بالسؤال ده، وركز انتباهه على مجموعه من اوراق ومذكرات الابحاث اللي كانت موجوده في المعمل. وبعد ما يدور فيها لقى اخيرا الوثيقه اللي كان بيتمنى يوصل لها. هو بيقول المخطوطه دي كانت اعظم انجاز لسيالوس، وانها تقنيه لسه ما اكتملتش قادره تعمل زراعه وتوليد لمنى لا نهائيه. وانه افتكر كلامه مع سيالوس في حياته السابقه، وان سيالوس كان بيقول ان الوحوش دي قادره تنتج مانا بكميات لا نهائيه جوه جسمها، وان في العاده الطاقه المظلمه والفاسده دي ما يقدرش بشر يستعملها، ولكن هو عدل عليهم بيولوجيا ويقدر يقلد عمليه انتاج المانا دي، وان يكون من الممكن انتاج طاقه مانا نقيه وغير محدوده وتتخطى كل الحدود اللي بتفرضها الدوائر السحريه العاديه. والوثائق كشفت كمان عن اطماع سيالوس الحقيقيه، لانه كان يبني جيش من الزومبي قوي جدا لدرجه يقدر يدمر بها النبلاء اللي سببوا في طرده ونفيه لاراضي التنين. وكان حلمه الاكبر انه يتخطى حدود الصحراء عاديين ويبقى كبير صحراء عن طريق الاساليب المحرمه دي. وان فيردا في حياته السابقه اول ما اخذ الاوراق دي منه قرر في لحظتها التخلص من سيالوس، لانه كان عارف ان شخص واحد بس هو اللي يقدر يستعمل القوه دي. والورق دي صح جوه فيردا ذكريات كان بيموت عشان ينساها، وان في حياته السابقه هو نفسه كان بيدور على نفس البحث ده عشان يستعمله كأداة انتقام، وان القدر رجع حط تاني التقنيه المحرمه دي في ايده. وانه كان عارف اكتر من اي حد ان تقنيه التقنيه دي هيختصر له الطريق بشكل مرعب عشان يوصل للدائره الثامنه. وروري وهي حسب تردده قالت له ان معرفه سحر زي ده بيمثل نوع القوه اللي اي ساحر بشري بيتمناها، وان ما حدش تاني يعرف عن المعمل ده. فلفتت نظره الاحتفاظ بالابحاث دي مش هيكلفه اي مجهود، وان بالنسبه لها الاكتشاف ده كان فرصه اسطوريه مستحيل حد يرفضها. وبدل ما فيردا يضعف قدام المغريات دي، فيردا خد قرار غير متوقع، وان بدون اي ذره تردد هو سلم كل اوراق دي لروري وامرها انها تدمر المعبد وكل حاجه موجوده هنا بالاوراق دي. والقرار ده صدمها، وانها كساحره كانت شايفه ان مستحيل تفهم ليه حد يرمي ويستخدم مزاجه عن معرفه قادره تغير العالم ده كله. وفيردا اعترف بين البحث ده قيمته ملهاش حدود، ولكن قعد يسال نفسه هل في اي قوه في الدنيا تستاهل الثمن والماساه اللي هتدفع عشان ياخد القوه دي. وانه كان جرب وعاش نتائج الطريق ده قبل كده، وبدل ما يسمح لنفسه يمشي نفس السكه تاني اختار انه يمسح التقنيه دي للابد. وده لان حمايه مستقبل والدروفا كانت اهم بالنسبه له انه يوصل لقوه سحريه ملهاش حدود. وبس روري وطلب منها تحرق الاوراق دي، وبعد ما قعدت تبص له في سرها لثواني روري وافقت من غير اي تردد، وانها استعملت سحر النار الزرقاء بتاعتها وانفجرت من ايديها قوه كبيره جدا. والنار السحريه دي انتشرت في المعمل وحولت كل مخطوطه وكل تجربه وكل جثه الرماد. وفيردا قعد يتفرج بكل هدوء على النار دي وهي بتاكل كل حاجه، وانه كان فاهم كويس اكتر من اي حد ان السحر دايما بيعكس قلب وصاحب السحر ده، وان المعنى بتاعت سيالوس كانت اتوست بالكامل بعد سنين من الكره والغل، وان زمان فيردا نفسه كان شايل في قلبه تقريبا نفس المشاعر دي، وكان عارف ان لو مش ورا البحث ده فنفس المشاعر دي في النهايه هتاكله وسيطر عليه من تاني. وما افتكر الشخص اللي كان عليه زمان، افتكر ازاي هو كان عايش ومكمل بس لانه بيغذي الكره اللي جواه. ولاول مره من فتره طويله الذكرى المؤلمه دي ما بقتش تقيله على قلبه زي الاول، وانه كان شايف الرماد بيطير جوه المعمل محروق، وانه حس براحه وهدوء وسكينه لاول مره من بعد ما الاوراق الخطيره دي اختفت نهائيا. وروري كانت بتراقبه بكل دقه وبتقول ان لحد اللحظه دي هي كانت شايفاه شخص غير متوقع وشخصيته غير مستقره، ولكن صرفاته بدات تكسر وتغير انطباع ده عندها. وبرغم انها لسه شايفه ان مستحيل تفهمه الا ان رايها فيه بدا يتغير بالتدريج. ومع اختفاء المعمل بالكامل تحت حراره التنين، روري اقترحت انهم يسيبوا المكان ده ويطلعوا، لان مفيش داعي يفضلوا قاعدين وسط ريحه الدم والموت ده، خصوصا ان مراسم خطوط الدقه العظمى قربت خلاص. واول ما فيردا سمع الكلام ده منها ملامح الراقه اللي على جسمه اختفت تماما، واتحمس وبدا يسرح بافكاره في اللقاء اللي هيجمعه بعروسته المستقبليه من تاني، وقال ان هو المره دي مش هيفشل في انه يزوج فالدروفا ويحقق لها كل امانيها. وخلص هنا ملخص الجزء الثاني من هاوى. واسال الفيديو سيالوس كان ساحر من الدايره كام؟ عرفني بالكومنتات. ماشي، لايك والاشتراك. سلام.